يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحرق ميتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى كمال وده فيديو جديد. مبدئيا كده الدكتور ضياء العوضي ربنا يرحمه، بس في فيديو النهارده هنحاول نعرف اذا كان دكتور ضياء العوضي مات لوحده ولا موته مدبره. وعشان اعمل رياكت على الفيديوهات اللي انتوا بتبعتوها لي، الانستا بتاعتي اهي، ضيفوني في الانستا وابعتوا لي ريلزات عشان اعمل عليها رياكت الفيديو الجاي. فقبل ما نبدا بس تعمل سبسكرايب عشان تنضم لاقوى واحسن وافشخ وايقن واجمد عيله على اليوتيوب، عيله مصطفى كمال. ويلا بينا نبدا الفيديو. خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امر كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى موت اعرفوا ان انا اتقتلت، مش انتحرت. مش حاجه اسمها ان انا ضياء العوضي ينتحر. انتهي، حطها في بالك. الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول، فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. طب دلوقتي احنا عايزين نفهم دلوقتي حاجه. هو دلوقتي بيقول في الفيديو ده انا لو مت مش انتحرت، انا في حد هيكون السبب ورا وفاتي. فهو دلوقتي لما سافر بره اختفى شويه وبعد كده حصل معاه اللي حصل، فربنا يرحمه اولا. ثانيا هو ليه هيتم اغتياله او ليه هيتم ان هو يعني يحصل له حاجه زي كده؟ فاحنا هنفضل نبحث ونشوف لحد ما نعرف اذا كان مات موته طبيعيه ولا في حد متدخل في الموضوع ده. قرار من النائب العام باستخراج جثمان دكتور ضياء العوضي وتشريحه تاني لمعرفه سبب الوفاه، بعد ما السوشيال ميديا كلها شككت في سبب وفاته واشتباه جنايه في الموضوع، واهله ومحاميه طلبوا ده. طبعا ايا كان سبب الوفاه ربنا يوفق مصلحه الطب الشرعي وتعرفه، لكن في امر مهم جدا واجب علينا كاطباء ان احنا نقوله، وعلشان في التاريخ في ناس كتيره جدا تم تضخيمهم من الشعوب، اتعملوا كرموز علميه وسياسيه وديانيه بعد موتهم والناس بداوا يتبعوا كلامهم. فوظيفتنا كاطباء ان احنا نقول ان الكلام اللي كان بيقوله دكتور ضياء العوضي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته قبل ما يموت كانت اخطاء علميه صريحه لا اساس لها من العلم. لما هي اخطاء علميه صريحه، هو هيتم اغتياله ليه؟ او ان هو في حد هيتسبب في موته ليه؟ فهو طبيعي باين ان هي موته طبيعيه، لان هو ما بيقولش حاجه طبيعيه. تخيل دكتور بيقول لك ما تاكلش لبن أو ما تشربش لبن، ما تاكلش بيض، ما يعني الحاجات الصحيه دي يقول لك عليها لا، ويقول لك روح اشرب سجاير، كل نوتيلا، مش عارف ايه. يعني حتى لو كان قال لنا على شوكولاته مش مقاطعه كنا ممكن نصدقه. ولا دراسات مؤكده عليها، ومفيش حالات حقيقيه مجربه ده ومثبته، ولا مراجع طبيه تنص على ده خالص. حتى المنطق البشري هينكر ان التدخين عاده صحيه، والمدخن اهو ده اللي هيقول لسه لك بتكلم فيه. هو قال كذا مره انا التدخين ده بالنسبه لي، يا عم قول ان انت بتحب الدخان وخلاص. يعني ايه ربنا يرحمه. انا مش عايز اتكلم في موضوع اللي هو افتح في مواضيع. انا عايز بس نوصل لنقطه اذا كان تم اغتياله ولا هو مات لوحده. قد ايه صحته اتدهورت لما بدا يدخن. واي مريض سكر هيقول لك الانسولين مفيد قد ايه في حياته. وانا عامه ضد نظريه المؤامره وتحليل الشخص اللي قد يكون غلط عادي لوفاه دكتور ضياء العوضي ربنا يرحمه انه كان مدخن شره، ومنطقي جدا انه يموت باحد السكتات القلبيه. وطبعا لا انكر تماما ان دكتور ضياء ربنا يرحمه كان استاذ مساعد في جامعه عين شمس، وده كان يخليه ربنا يرحمه رجل ذو علم بالطب قوي جدا. من وجهه نظري انه في نهايه حياته كان بيمر باحدى الامراض النفسيه اللي كانت عامله له بارانويا وشكوك وبتخليه يقول الكلام اللي هو كان بيقوله ده. فريت بعد وفاه استاذنا الاستاذ الدكتور ضياء العوضي ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ما نتبعش اي حاجه من اللي كانت مذكوره في نظام الطيبات، وما نتبعش اي حاجه عامه بتتقال في الطب بالذات في عصر السوشيال ميديا الا لما تكون. طب بصوا، ربنا يرحمه، بس يعني ربنا يرحمه ويحسن اليه. وهو طبعا يعني مات موتة ربنا، مات طبيعي، وكل الموتات موتة ربنا عامة، لان ده بيبقى نصيب وهو مات وخلاص. يعني مش اغتيال ولا اي حاجة. احنا بقى دلوقتي ايه؟ هنروح نشوف الناس اللي جربت نظام الطيبات. نظام الطيبات اللي هو النظام اللي انا وضعته للتخلص من الامراض هو نظام استشفائي ووقائي، يعني اي حد هيطبقه من سن 3 شهور لحد سن 80 سنه. طب قولوا لي يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو حضرتك بس نظامنا قايم على ان احنا هنمنع شويه فود ستابس من اللي احنا متعودين عليها بناكلها، ونسمح بشويه حاجات. العادات بتاعتنا بتبقى متلخصه في منتجات الدقيق الابيض. رقم 1 الدقيق الابيض بكل مشتقاته باشكال، من عند العيش البلدي، الشامي، السوري، الفينو، الفرنساوي، الكايزر، والباتيبا. والرز بقى والشعريه ما دي كلها معموله بالدقيق. يعني دي معموله بايه؟ الرز، الشعريه، المكرونه، الاندومي، كله معمول بقى. مش هناكل كده. كل انواع العيش دي احنا مش مصرح لنا ناكلها. المعجنات زي الباتيه والكرواسو، الفطير والبيتزا، الجلاش والرقاق. مفهومه خلاص. احنا قلنا المعجنات الايطاليه والمكرونه والباستا و رقم 2 الصودز بكل اشكالها. طب ما هو دلوقتي الصودا انا معاك فيها، بس الدقيق ليه؟ ليه الدقيق؟ ليه؟ يعني انا مثلا، يعني انا دلوقتي اي حاجه مصنوعه من الدقيق ما اكلهاش. طب انا هعيش على النباتات؟ ما هو بيقول ما تاكلش الحاجات اللي فيها اللحمه اغلبها ومنعها، ومنع لك الدقيق. وهنكمل دلوقتي هنشوف منع ايه تاني، ما نشوف هناكل ايه. من عند
البيبسي والسبرايت ابيض واسود تمام كل تمام الالوان، مرورا بالبيريل والامست اللي هم مشروبات الشعير. حتى مشروبات الطاقه دي ممنوعه، كل دي صودا بيفرج. مش فارق معايا دايت ولا غير دايت، الشوجر كونتنت مش فارقه معايا نهائي، فارق معايا هي صودا. حتى الالكالاين ووتر ممنوع. كويس. بنمنع اللبن والجبنه البيضاء والجبنه القريش واللبنه، منتجات الالبان كلها والرايب، والحاجات اللي محطوط فيها اللبن حتى ايفن لو باودر. يعني مش هناكل زبادو؟ هو الزبادو بيتاكل ولا بيتشرب؟ وده سؤال حلقة النهارده، الزبادو بيتاكل ولا بيتشرب؟ يعني الكريمرز لا. اي مشتقات؟ طبعا اي مشتقات. البيض بكل اشكاله، الفراخ طبعا ممنوعه. اللحمه اخبارها ايه؟ لا احنا لسه. انا يا جدعان مش هكمل عشان الفيديو بتاعه قد ايه ده، 20 دقيقة. واحد عمل تجربة 30 يوم لنظام الطيبات. جرب نظام الطيبات لدكتور ضياء العوضي الله يرحمه. وليه في ناس كتير مشيوا على النظام ده وصحتهم اتحسنت. وعارفين احلى واهم حاجه في الفيديو ده ايه؟ ان انا سواء بحب الراجل او ما بحبوش من غير انحيازيه هطلع اقول الحقيقه. طيب فكره نظام دكتور ضياء العوضي، عندنا مسموحات وعندنا ممنوعات. هبدا شويه الاول مسموحات ازاي العيش التوست مسموح؟ ازاي العيش التوست مسموح؟ هو قال مخبوز، هو مش العيش التوست بيتعمل بدقيقة يا جدعان؟ ماشي هنكمل. الممنوعات وقف عند الورقيات والخضروات اللي دكتور ضياء مانعهم. دي مثلا منع الخضروات والالبان واغلب اللحوم والدقيق. طب هناكل ايه طيب؟ دراسه اتعملت ليها علاقه بالخضار والبيض. والصحه، خلوا الناس ما بياكلوش خضار خالص، ياكلوا من 300 ل 370 جرام في اليوم، وده قلل نسبه حدوث بلاوي كتير منها تايب 2 دايابيتس ونوعين من الاستروك. والغريب ان دكتور ضياء الله يرحمه كان السبب جلطه في اول نقطه. تخيلوا واحد يموت بالنظام اللي هو عامله، يعني انت تروح تعمل حاجه. انا مش عايز اخد الموضوع ككوميديا وكده، يعني نص الفيديو بعد ما اخلص كلام على دكتور ضياء العوضي هنهزر ونضحك براحتنا، بس انا مش هينفع اضحك واهزر هنا. الورقات والخضار مش ممنوعات، كلهم عادي. نيجي بقى لاغرب واحده بالنسبه لي وهي اكل البيض. كنت عامل فيديو عن تجربه عملوها على الاطفال اللي اكلوه بيض ضد الاطفال اللي اكلوا سيريال اللي هو كورن فليكس والحاجات دي، واللي اكلوا بيض تفوقوا في كل الحاجات سواء مخ سواء عضلات سواء رياضه، في كل حاجه. ده غير بقى الناس برضو اللي بتبني عضلات. البيض من احسن انواع البروتين وسريع جدا امتصاصه. فالخلاصه البيض يا جماعه من طيبات الطيبات. تعالوا نبص كده هو مانع ايه تاني بقى. البطيخ والشمام. صراحه مش لاقي الدراسه دلوقتي، بس انا فاكر كنت شفت حاجه عن البطيخ مش الشمام، وكانت النتيجه بتاعته ايجابيه. هبقى ادور عليها برضو واطلعها. فتعالوا نتنقل دلوقتي من الممنوعات اللي محطوطه ونشوف ايه بقى الطيبات، الحاجات اللي هو قال لنا ناكلها. اغلبها على فكره كويسه ما عدا في 3 كده فيهم مشكله بالنسبه لي. البطاطس المحمر دي غريبه قوي. البطاطس المحمره مفيد. جبت لكم اهو الدراسه معموله على الناس اللي بتاكل بطاطس محمر اكتر من 3 مرات في الاسبوع. 20% ريسك تايب 2 دايابيتس سكر. 3 مرات في الاسبوع. انا كان بيعدي عليا اوقات والله كنت ممكن اكلها يجي 7 مرات في الاسبوع. ممكن افطر واتعشى بيها في اليوم. يا نهار ابيض. ضعف الريسك في مشاكل القلب والاول مورتاليتي كوز. كمان كاتبين ان هي بتاثر على الحاله النفسيه والمخ. وفي النهايه انا كنت مكتئب ساعتها، كان بيجي لي اكتئاب بسبب البطاطس. قايلين ان البطاطس كويسه، بس المشكله في التحميل. فالبطاطس المحمر مش من الطيبات خالص، مش حاجه ينفع تاكلها 3 مرات او اكتر في الاسبوع. ايه بقى اللي غريب قوي في الطيبات؟ موضوع النوتيلا. بصوا الصراحه انا مش هتعب نفسي وادور عليها، كده ما تفطروش نوتيلا يا جماعه. اما بقى موضوع التدخين طبعا مش محتاجين نتكلم فيه. ويجي هنا سؤال مهم، في ناس فعلا مشيت على النظام بتاعه وصحتهم اتحسنت. فلو افترضنا ان النظام البيرفكت 10 على 10 موجود هنا، نظام الطيبات ممكن يبقى في مكان ما في الحته دي. الناس بقى اللي اتحسنوا هم اصلا كان نظامهم خربان بايظ خالص، فلما نقلوا بقى لنظام الطيب هم ممكن يكونوا اتحسنوا شويه. يعني انت لما تكون مثلا مستواك وحش وتبقى متوسط، فانت بالنسبه لك انت كده مستواك عالي، لان انت انتقلت من مرحله انا مش عارف، حاسس بقول كلام مهم. اتحسن. وفي النهايه عايز اكد على حاجه مهمه قوي، ان اغلب الناس بتحب تؤمن بنظريات المؤامره. احنا عندنا ناس حياتها ومحتواها مبني اصلا على الكلام ده، فدايما صدقوا اللي عنده علم. خلي انت نفسك عندك علم وتعلم ازاي تفتح وتدور وتشوف فيديوهات من هنا ومن هنا وتعمل مقارنات وتوصل للحقيقه. المهم دلوقتي نظام الطيبات غلط، ومحدش يمشي على نظام الطيبات. التدخين مضر بالصحه، محدش ياكل نوتيلا. والله يرحم دكتور ضياء العوضي
مات موتة عادية جدا. ودلوقتي بقى هننتقل لجزئية يعني في قناة كده على اليوتيوب او على التيك توك بتعمل فيديوهات تجيب الناس حرفيا تطلعهم مسرح عشان تتريق عليهم وانت تموت من الضحك. بس يعني هم محتواهم ان هم يجيبوا بني ادم كده راجل ماشي جنب الراجل في حاله مخه على قده، يجيبوه كده يتريقوا عليه، يطلعوا سلسفينه ويضحكوا. هو مش فاهم حاجة، هو بس جاي عايز ياخد 200 300 جنيه ياخدهم يروح يجيب بيهم اكل. انا مش عارف الناس دي الصراحة يعني هم حاسبينها ازاي. وكده كده البرنامج الناس بدأت يعني تاخد بالها ان البرنامج زي كده غلط، ان هم بيطلعوا الناس مسرح ويتريقوا عليه. من غير كلام كتير يلا نخش في الفيديو. الطيور لا عندنا اول فيديو، عندنا الكروان مشاكل ووالده. تعد من الحيوانات. لا تعد من الحيوانات. إيه؟ ازاي اقنعني كده؟ الطيور دي مش بتاكلها؟ بص اقول لك على حاجه. دلوقتي كروان مشاكل وباباه هم دلوقتي ما يعني هم اللي انا عارف معاك ان هم حاطين نفسهم في موقف زي ده، بس يعني ليه نجيبهم من صاله الضوء عليهم لا 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 دي لا هبدايه. ده انت عديت ليفل هبد في لا 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 الكلام ده غلط اللي انت بتقوله. ايه؟ الفرخه بتذبحها بتاكلها، صح؟ امال الحمار هتاكله؟ انت ممكن تقول ان هو غلطان ان هو جه في برنامج زي ده. اولا هقول لك ده كروان مشاكل يعني، فهو مش فارق معاه ورايح فين، المهم ان هو ياخد فلوس. تاني حاجه العيب مش عليهم، العيب على الشخص اللي قاعد ده. العيب على الشخص اللي قاعد ده ان هو حتى لو هو جاي البرنامج زيهم فهو موافق ان هو يتحط في برنامج زي ده ويجيب ناس زي كده يتريق عليهم. هتقولوا ممكن يكونوا كروان وبابا بس، ماشي. هقول لكم على حاجه، اتفرجوا بعينكم دلوقتي وتشوفوا انا قصدي على ايه. جايب حماده همبكه، محمود حديده ومراته، كروان مشاكل وباباه، كروان مشاكل لوحده تاني عشان تعرفوا الناس اللي هم بيستضيفوهم. بس جايب بالو، حمو بيكا، ماشي. يعني يا جدعان انتوا متخيلين الناس اللي هو بيجيبهم؟ يعني هو جايب الناس دول عشان يتصيط عليهم، يطلع عليهم ريتش، مش عشان هم مشهورين. بعيدا عن ان هو بيجيب ناس مشهورين اصلا، مش بقى كلنا عايزين ريتش، انا عايز ريتش، كلنا عايزين ريتش. بس الفكره مش هنا، الفكره في ان هو جايب الناس دول حاططهم مسرح. ان انا جايبك انت ما بتعرفش تتكلم او عقلك على مخك شويه، انا جايبك هطلع سلسفينه. انا بقى نتفرج على الحلقه دي ونشوف هم بيتصرفوا ازاي. 2 1 استغفر الله يا ربي، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هل اللي معايا بيتعمل عسيت على البديتات؟ انا ما فهمتش يعني ايه. هل اللي معايا ده بيتعمل على البديتات او عسيت؟ انا مش عايز اقول لكم ان انا كمان ما فهمتش، بس يلا هنفهم. بيتعمل على البوتاجاز او على السيخ. سيخ ايه؟ عسيت على السيخ. ما هو انا لو ما فهمتش الزيت. ايه؟ الزيت. الزيت. انا سمعتها سيخ، ماشي. البوتاجاز او الزيت. هل اللي معايا ده خسالة؟ ايه؟ خسالة. غزالة؟ لا خسالة. مش حلو على فكره انك تطلع حد مسرح. يعني انتوا مش واخدين بالكم ان انتوا بتطلعوا ناس مسرح بتتريقوا عليهم. ايه مبسوطين يعني؟ انت نفسك راضيه وانت بتجيب ناس تطلعهم مسرح كده وتتريق عليهم لغرض ان انت تجيب مشاهدات؟ يعني الفلوس اللي انت تاخدها دي انت مبسوط بيها؟ او الفلوس اللي انت يعني ربنا يهدي الجميع. انا يا جدعان انا مش ملاك، انا مش ملاك انا محتوايا خرا، بس ما اعملش كده في حد. انا مش هجيب حد اطلعه مسرح يعني. ليه يا عم؟ اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، ما تطلعش الناس مسرح. انت كنت بتجيب ناس، انا شفت قبل كده كان بيجيب حمو بيكا ومش عارف ايه. لما لقى الناس دول ما مش جايين معاه قال بقى يجيب ناس ضايعين في العربي، يجيب ناس مش فاهمين حاجه ويقعد يتريق عليهم. يجيب لك مثلا بالو الحروف عنده بايظه، انا مش بتريق، انا بقول لكم الحروف عنده بايظه. يجيب لك كروان مشاكل برضو الحروف عنده بايظه، يجيبهم يفضلوا يتريقوا عليهم. الوضع سيء، الوضع سيء قوي. خلونا نكمل نسمع فيديو تاني ليهم. لا تعد من الحيوانات. لا تعد من الحيوانات. بصوا شكل بابا بيبص. بابا مش فاهم انا ايه اللي جابني هنا، انا ايه اللي جابني هنا وسط يعني بيضحكوا على ايه. هو مش فاهم، مش واصله له هم بيضحكوا على ايه. مش نفس الاي كيو بتاع الشخص اللي قاعد هنا ده عشان اذكى منه سيكا. فيعني وكروان طبعا بيحاول ان هو يجاريهم. يعني ده شخص بيحاول يجاريهم عشان يمشي الحلقه او يعمل ترند او اي حاجه ويمشي. ده بيجري ورا الترندات، كلنا بنجري ورا الترند بس ده اوفر. ازاي اقنعني كده؟ الطيور دي مش بتاكلها؟ تمام. تبقى ازاي من الحيوانات؟ يعني انت هتاكل حمار؟ مستحيل. دي فراخ. ثانية عشان الفتوى هم فاهمين هما بيجيبوا مين في البرنامج، هم فاهمين هما بيجيبوا مين. انا مش هتعاطف مع كروان وبابا، مش هتعاطف معاهم. ممكن اتعاطف مع بابا كروان شويه بس كروان مش هتعاطف معاه. هم عارفين هما بيجيبوا الناس ليه. انا جايب كروان وبابا. كروان اتجاب مره لا الدنيا فيها ريتش، قال انا هاجي تاني فيها ايه، مش مشكله انا باخد فلوس. مش فتوى. فين؟ لا 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 دي لا هبدايه. ده انت عديت ليفل هبد في لا 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 الكلام ده غلط اللي انت بتقوله. ايه؟
الفرخه بتذبحها بتاكلها، صح؟ امال الحمار هتاكله؟ لا بس خلينا ده حيوان. تمام، بس يعني الخروف ينفع نذبحه وناكله وحيوان. لا، مين قال لك خروف حيوان؟ بص اقول لكم على حاجه. كروان هنا يعني وضع الازبهلال ده، هو مش مستغرب انه بابا بيقول ان الخروف حيوان، هو مستغرب ان الراجل ده مستغرب مش اكتر. ايوه الكلام ده غلط. هيحاول يدي ردة فعل. لا اسمه خروف يا بابا. ما هو اسمه انت مشكلتك اسمه ايه؟ مش حيوان. مش حيوان يا جماعه. مش هكمل، يعني الوضع صعب. انا كنت عايز اعمل فيديو رياكت يكون مضحك شويه، بس الوضع صعب. ولو ما عملتش سبسكرايب فاعمل سبسكرايب عشان تنضم لاقوى واحسن وافشخ وايقن واجمد عيله على اليوتيوب، عيله مصطفى كمال. وعايز افكركم تاني، وهحط لكم برده لينك الانستا بتاعي هنا في علامه الاي او هنا. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. سلام. ba da 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 da